حفيظ الراجي من ارضيه الملعب على اتش دي 1، عصام الشوالي على اتش دي 2 الصوتيه الاولى، بينما زميل عبد القادر الشنيوني سيكون على اتش دي 2 القناه الصوتيه الثانيه. الانجليزي على اتش دي 11 والفرنسي على اتش دي 13. حفيظ الخط معك، تفضل. شكرا جزيلا لك زميل الاخضر بريش. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا الى اجواء جميله جدا هنا في ملعب استاديو بيراريو بمدينه بورتو أليغري، مجريات الجزائر المانيا. سبحان الله، في الدور الثمن النهائي لكاس العالم ينتقل منتخبا مجددا للمره الثالثه في التاريخ. التقينا مع المانيا الشرقيه ثم مع المانيا الغربيه، ونحن نلتقي مع المانيا الموحده، ونحن دائما موحدين. الجزائر بهذه التشكيله اليوم تلعب هذه المباراه الثمن النهائيه في حضور سيب بلاتير رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم. تلعب بمبلع في الحراسه، مندي الجهه اليمنى، غلام الجهه اليسرى، حليش وبالكلام في وسط الدفاع، مصطفى مهدي ومهدي الأحسن في وسط الميدان لأول مرة، سفير طيدير سوداني الجهة اليسرى، فغولي رفقة إسلام سليماني رأس الحربة اليوم في التشكيلة الجزائرية. في الجهة المقابلة منتخب ألمانيا من دون يوملز الذي تعرض للإصابة بعدته عن مباراة اليوم. بالنسبة لمنتخب ألمانيا، المنتخب الألماني بلباسه الأبيض على يسار الشاشة يلعب بمانويل نير في حراسة المرمى، بوتانج الجهة اليمنى، هودز الجهة اليسرى، مصطفي لاعب نادي سامدوريا اللي خدم مكانه ميلز يلعب رفقة ميرتيساكير في وسطية الدفاع. الجهة وسط الميدان توني كروس، فيليب لاموس، شواينشتايجر. الجهة اليسرى هي روح سليماني، روح سليماني، روح 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 يا اسلام، يا اسلام الى اين خرجت يا اسلام؟ التمريرة من اروع ما يكون من غلام، راح اسلام، راح اسلام، راح امامنا. موجود على الجهه اليمنى هو مصطفي، كره صعبه وراي تسلل. طبعا اللي موجود على الجهه اليمنى هو مصطفي مع بنادي سامدوريا، لا هذا اللي يظهر على الشاشه. طبعا روح يا اسلام، روح بابا. انت حصان يا اسلام، انت حصان يا اسلام. اين من طيدر عين، عفوا من غلام ونير. اين انتم ذاهبون يا سفيان يا فغولي يا طيدان؟ شوانشتايجر يطلبها مسعود اوزيل. هاي مسعود اوزيل، المراوغه هنا من امام نادي مصطفى لاعب نادي اجاكسيو. طبعا من هناك على الجهه اليسرى شوانشتايجر. يا رئيس مبولحي يصد هذه الكره. فوزي غلام دخل منطقة عمليات التوزيع، هذا يحليش وخروج رائع من رئيس مبولحي. الكرة الثانية يلمسها طبعا توماس ميلر، القلب سفيان يا سفيان، كرة من اروع ما يكون يا سفيان، ما شاء الله، كرة هائلة من سفيان، راح مع اسلام، راح توغل سفيان، راوغ سفيان، ثلاث لاعبين امامه بالبراعه الكافيه. اسلام جول. الحكم قال ارفع الرايه، الحكم رفع الرايه يا اسلام. معليش يا اسلام نعاودوها بعدين، كنت متسلل بضع سنتيمترات يا اسلام. نعم متسلل يا اسلام، نعم كنت متسللا ببضعة سنتيمترات يا اسلام. نعاودوها بعدين يا اسلام. فنان ينهى من توزيع يا مهدي، راح يا سوداني جول. يا غلام، كاد يفعلها الغلام، ليس اسمه غلام ولكنه رجل. غلام كاد يفعل هذه اللعبة. شوف سوداني توغل لغلام، الرجل يسدد في التغذية. مهدي وانطلق ميلر. رائع انت ضربة مرمى يقول الحكم. هايل انت يا حليش، هايل يا رفيق، ضربة مرمى يقول حكم المباراة لصالح المنتخب الجزائري. حليش يتفوق على ميلر. لا يا مهدي، لا تضيع كرات مثل هذه في مثل هذه الاماكن. اوزيل، هذه اول كرة واول لقطة واول فرصة للالمان، ان سميتموها فرصة
إن سميناها فرصة هي أول فرصة للألمان. التوزيعة من مسعود أوزيل، حليش يرد كرة كانت عندك، كرة صعبة من هناك أوزيل، هايل 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 يا ريس يا بولحي، هايل يا ريس يا بولحي، يخرج الكرة للركنية في وقت يبقى مهدي أحسن يعاني في اللعب ويعاني في البدن ويعاني من كرات ضايعة ضيعها كثيرة. خلف مع سفيان فغولي، حذر يا مهدي يا الحسن، يا بالكلام يا سعيد، يا رفيق يا حليج، يا سوداني انت في القائم الاول. الكره في الركنيه توني كروس، اوبا صعبه، والاتجاه سليماني، اوه لا خدها اسلام، راح سفيان الحق سفيان، يا لا من حراره ويا لا من عزيمه العناصر المنتخب. عنده الكره اسلام، طلبها سفيان، وصلت لهلال، في خطا سيد الحكم، في خطا سيد الحكم، هذا خطا نتاعك يا غلام. اين انت يا غلام، واين انت يا طيدر؟ مخالفه يحصل عليها الخضر في الدم. عندك الوقت الكافي يا سفيان، عندك الوقت الكافي يا سفيان. لو تحطها في الشباك يا سفيان، لو تحطها في الشباك، هذا هو الوقت، هذا هو وقت الاهداف يا سفيان. لو تحطها في الشباك يا سفيان، سفيان يا بعيد، معلش سفيان فغولي في المخالفه، رماها بعيده فوق المرمى. ربحنا شويه دقيقه ولا دقيقه ونص، ربحنا دقيقه ونص مش ترجع اسلام. مسعود اوزيل يا حليش، اوبا هيلا الدفاع، ثم الى العربي السوداني، راح واسلام راح التمريره هنا، رجعت له سفيان او مسعود اوزيل يصنع الفارق، خطيره. حذاري يا عيسى مندي من ميلار، حذاري يا عيسى مندي من ميلار، يخرج كالقط خلفك تحتك فوقك على يمينك على شمالك ويسجل على مسعود اوزيل. ميلار كرة صعبة، خرجت الكرة مباشرة، ضربة مرمى. التسديدة كانت مباغتة، يد طويلة لهلال السوداني، رجعت الكرة مصطفى جول. يا مهدي يا مصطفى، كاد يسجل اول اهدافه في حياته مع المنتخب. ضربت في المدافع وخرجت ركنيه لصالح سفحب وتوني كروس. يا ريس انت رئيسنا وهايل، يا ريس، امام ماريو جوتس يلقط مرماه. هذه تشعل فيكم النار، كره مثل هذه تخليكم تنطلقوا. يلا يا طيدر، مسعود اوزيل مع عيسى مندي، لا يا عيسى، والكره لرئيس بولحي يلتقطها، ثم بالكلام والحكم يصفر. نهايه الشوط بالتعادل 0-0 بين الجزائر والمانيا. شوط اول في منتهى الروعه للجزائريين، الالمان هم الالمان، الجزائريون كانوا في مواقف. شكرا جزيلا لك الزميل الاخضر بريش. اذا مرحبا بكم مجددا. مهاجم نادي تشيلسي اندري شول ياخذ مكانه في التشكيله. مسعود اوزيل، شول كاد يفتح مجال التسجيل لصالح المنتخب الارضي. الكره العملاق، راح شول، يا غلام يلحق عليها ويخرجها للركنيه. سرعه فائقه هنا، رتم عالي جدا. من اين لكم، من اين الان؟ خطيره بالراس. يا ريس لك التحيه يا ريس، لك التحيه العسكريه والمدنيه والاجتماعيه والثقافيه والجزائريه. نعم يا ريس، يستاب ثمانية وهلال، يا استاب يا هلال، جول لا، هلال ضيع طريق توني كروس، ويا حليش مرت سلامات، مرت يا ناس، مرت في من ضربت هذه الكرة ومن أخرجها. لا يا ريس داني يوصلها من هناك اعتماد من شول، كرة صعبة لصالح المنتخب الألماني. شول عيسى مندي، يا مهدي وحدك في الإبلام. شول الركنية
الركنيه يا حليش في التغطيه ببراعه. لعبنا اسلام، كره في التماس، طلبها اسلام، وصلته اسلام، اسلام وصلته بالراس، اسلام وصلته لحسن، راح اسلام، هاي الكره من غلام لاسلام، راح اسلام راح اسلام راح اسلام راح اسلام راح اسلام. يا اسلام الحارس كان خارج لو رميتها برجلك اليمنى. يا اسلام الحارس كان خارج لو رميتها مثل ما جاتك يا اسلام. بابا شوف هنا الحارس خرج رميها مثل ما جاتك، واو في الشباك فارغه. الامام مهدي الحسن، ثنائيه ثلاثيه، راح غلام، طلبها اسلام، يا غلام اسلام وحده، يا غلام اسلام وحده. ليليفير الكره لسفيان، سفيان تسديده ارضيه جانبيه من سفيان فغولي مثل ما جاءت، سددها، استلمها باليمنى وسددها باليسرى. راح اسلام، راح اسلام، راح اسلام، راح يسدد اسلام. مباراتكم يا شباب، مباراتكم يا شباب، مباراتكم. انطلاقه من هناك من شفاشتايغ، غلام راح سوداني، راح سوداني يا فوزي، راح سوداني يا فوزي، راح يا سوداني يا سوداني يا سوداني يا سوداني يا سوداني. يخرج سفير طيدير في هذه اللحظات، معناه حبي يكمل في الهجوم ويدخل ياسين ابراهيمي. خطته كانت هكذا الفائده للوزيتش، يقول بانه اريد ان انهكهم واتعبهم وادخل لهم. ميلار 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 مع مهدي، ميلار ميلار، واو لا 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 خرجت تماس هذه الكرة. يا سلام، الماكينة الألمانية في إمكانها لا تتوقف، لا تتوقف تماما، والآلة الجزائرية أيضا صامدة في سامي خديرة مرة ثانية، سامي خديرة حذاري ميلار، قلت لكم حذاري من ميلار، قلت لكم حذاري من ميلار. مباراتكم يا ناس، مباراتكم يا ناس. المنتخب او الحارس الذي يصد بهذا الشكل لا يمكن ان يخسر امام المانيا. الحارس الذي يصد كل 8 دقائق الاخيره مشاهدينا، 10 دقائق عفوا، الكره بالراس، واو ما زالت الخطوره دائما. مباشره من هناك على اليمنى مع سامي خديرة في العمق، ضاعت يا ميلان، شكرا، ضاعت يا ميلان، شكرا، ضاعت. استلمها، راقبها، راوغ وسددها جانبيه على مرمى الرئيس مبولحي. سوداني يرفع فغولي، لا ترمي كرات بهذا الشكل لنيار يا سوداني، لا ترمي كرات بهذا الشكل. راح سفيان، راح سفيان، خرج امامك قطار يا سفيان، خرج امامك بلدوزر يا سفيان. نيار قلب الدفاع ينقذ المانيا من وضعي تسلل، لا 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 لا، قلت لكم لن يسجل علينا الالمان، لن يسجل علينا الالمان، لان عندنا فعلا رئيس، لان عندنا فعلا ميلار اللي هناك على الجانب. هناك كره صعبه للمنتخب الالماني، ما دخلتش، لم تدخل، لا تخافوا، لم تدخل لا تخافوا. الحكم يقول ركنيه. الثواني الاخيره مشاهدينا الافاضل، بطوليه المباراه، بطوليه يا ناس، بطوليه المباراه يا ناس. الكره في الركنيه من المنتخب الالماني. يا ريس يا ريس يا ريس يا ريس يا ريس، انهينا 90 دقيقه يا ريس، خلاص سيد الحكم، خلاص 10 ثواني فقط يا ريس. يرسل كره طويله ريس لاسلام، وين رايح يا اسلام؟ الكره من هناك والحكم يصفر. نعم، نحن نتألم، نشاهد ونعلق فنتألم، فما بالك باللاعبين فوق أرضية الميدان، يتألمون ولكنهم يمتعوننا. نعم يمتعوننا. مباراة بطولية لعبها الخضر اليوم أمام ألمانيا في الدور الثمن النهائي، سنلعب معهم الوقت الإضافي. مشاهدي الأفاضل، أعود وألتقي بكم مع بداية الشوط الأول للوقت الإضافي. إذا 30 دقيقة الأخيرة مشاهدي الأفاضل من عمر هذه 120 دقيقة في هذه المباراة الثمن النهائية، المباراة الثالثة التي تلعب أو تحسم بعد الوقت الإضافي بعد مباراة الألمان. عادوا للجهة اليسرى، الجزائريون في الجهة الأخرى بالأخضر، الجزائريون الأخضر النافع الساطع، الجزائريون يصمدون لحد الآن. ليس اليسرى، كرة سريعة من ميلار، سريعة من ميلار، جول، سريعة من ميلار، جول يا شول.
شول يفتح مجال التسجيل لمنتخب ألمانيا في الدقيقة الثانية. سرعة فائقة عند الألمان، تغلط تدفع الثمن أمام الألمان، تغلط تدفع الثمن. نحن لم نخطئ ولم ندفع الثمن، بل لعبنا مباراة كبيرة ونلعب مباراة كبيرة إلى غاية نهايتها في 120 دقيقة لعب. طبعا السرعة الفائقة عند المنتخب الألماني. ميلر توغل من هناك، آي 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 آي. الناحية شول خرج خلف المدافعين، بالعقب يسجل من أمام رايس مبولحي ويفتح مجال التسجيل. هدف مقابل 0 صارت النتيجة لألمانيا أمام الجزائر الذين سيخرجون الآن، سيخرجون أكثر مما خرجوا. وممكن أيضا يدخل محرز. مسعود أوزيل أوه هايل يا حليش، هايل يا حليش. سفيان اوه يا اسلام يا سوداني ما قدرش يا فايد، سوداني لم يعد قادرا يا فايد، هو يتألم يا راوغ. ميلر يسدد، ميلر اوه جانبية، سددها ببراعة ميلر ومرت جانبية على مرمى الرئيس وهاب مبولحي. جابو راح يدخل الآن، يلعبها لجابو أرضية للركنية. يقول حكم المباراة ما زال عندي امل في اننا نلعب ضربات الترجيح. معليش طبعا امل يبقى قائم لانه مع شبان بهذا الحجم. لعبنا مشاهدي الافاضل ياسين ابراهيمي في تنفيذ هذه الركنيه في القائمه الثاني. اوه يا مجيد جول. يا مهدي يا مصطفى الكرة جت امامك يا مهدي، اضربها جانبية مهدي مصطفى، كاد يكون هدف التعديل. لو نعدل النتيجة. يا مهدي يا مصطفى. غلام تعب، غلام يوصلها لياسين، كرة صعبة للمنتخب الجزائري. ياسين راح بطاقة سيد الحكم، البطاقة للاعب فيليب لام. لو يروح لك ياسين يا فيليب لام، ولو يروح لك ياسين بن غرداء يا فيليب لام. يتلقى البطاقة الصفراء. حيرجعوا اللاعبين الالمان لانهم تعبوا. احنا نتكلموا على الجزائريين تعبوا، الالمان تعبوا. الان يا ياسين ابراهيمي نفذ هذه المخالفه. تنفيذها كان رائع، نعم تنفيذها كان رائع، ولكن في القائم الاول عند الحارس مانويل نير. يخرجها لانه شفانشتايجر انتهى. مع بوقرة، ميلر يواصل، بوقرة يدخل، ترجع لسامي خديرة، يرجع لميلر. هايل. عيسى مندي ينقذ الموقف ويخرج الكرة. انتهى كرة صعبة لصالح مسعود أوزيل. مسعود أوزيل يسجل جول الثاني. نعم هدفان مقابل 0 لألمانيا. الجزائريون كانوا أبطال اليوم. شكرا لكم. برافو على الحلم الجميل الذي عشناه معكم وهذه المشاركة الرائعة جدا. برافو. عودوا إلى الوطن معززين مكرمين محملين بآيات الشكر والتقدير والاحترام من قبل كل عشاق كرة القدم العالمية. برافو. المنافس اسمه ألمانيا، رحنا معاه للوقت الإضافي، سجل علينا هدف ثاني. ياسين ابراهيمي راوغ، ياسين ابراهيمي واصل الى وصل عند سفيان ماهوش متسلل. سفيان في القائمة الثانية موجود فغولي. جول يا عبد المؤمن يا جابو. شكرا لكم جزيلا. شكرا لإسلام. يا إسلام. لا مجيد، شرفتم الجزائر والعرب والأفارقة والأمازيغ والصغار والكبار والأحرار. أحببناكم. نعم شكرا لكم. يصفر الحكم. انتهى الحلم. كم كان حلما جميلا ورائعا. خرجتم مرفوعين الرأس في هذا المونديال في الدور الثماني النهائي أمام الألمان بعد الوقت الإضافي بهدفين مقابل هدف واحد. لا ننسى أن نشكرك فايدا لنزيج، هذه آخر مباراة لك. شكرا جزيلا على ما قدمته، تحملناك، وشكرا على تحملك إيانا. طبعا شكرا لك، لن ننساك أبدا.